الرئيس الأسبق لفرنسا ساركوزي كتب كتاب جديد بعنوان مذكرات سجين. الكتاب بيكشف عن 20 يوم اللي سجنهم، وبيشوف نظرة رئيس أسبق لنفسه وللعالم. ساركوزي حكم فرنسا عام 2007 إلى 2012، وأصبح أول رئيس في تاريخ فرنسا الجمهورية الخامسة بيدخل السجن. التهمة كانت حصوله على أموال لحملته الانتخابية من الرئيس معمر القذافي رئيس ليبيا. اتحكم عليه بالسجن 5 سنوات، قضى منها 20 يوم فقط داخل زنزانة بباريس قبل أن يحصل على إفراج مشروط مع رقابة قضائية. خلال الأيام اللي استجانها كتب تجربته في مذكرات صريحة بيصف فيها كيف سقط فجأة من قصر الإليزيه إلى جدران سجن رمادية عالية. أكتر ما بيلفت النظر في الكتاب وصفه العميق للألوان. بيقول إن سيطر اللون الرمادي على كل شيء، التهم بشراهة كل شيء وغطى كل سطح. الرجل الذي كان يملك القدرة على السفر حول العالم أصبح يتمنى فقط أن يرى من نافذته سيارة تمر. بيقول أنا كنت أستبدل كل شيء في سجني 20 يوم مقابل نظرة واحدة إلى الخارج. أدق لحظة في الكتاب هي ليلته الأولى. بيقول بعد أن شاهد مباراة كرة قدم على تلفاز صغير داخل الزنزانة، ركع ودعا وقال: دعوت الله يمنحني القوة لأتحمل صليب هذا الظلم. حقيقة لحظة بتكشف هشاشة الإنسان مهما كان منصبه. النظام الغذائي بتاعه داخل 20 يوم اللي في السجن كان بسيط جدا، يعني من غير أطباق فاخرة ولا مناسبات ولا اجتماعات. وهو نفسه كتب في كتابه: تعلمت الكثير عن الآخرين وتعلمت أكثر عن نفسي. بيقول إنه كتب الكتاب ده داخل السجن بقلم حبر جاف على طاولة خشبية صغيرة. كل يوم كان بيكتب وكان بيحاسب نفسه. الكتاب مكون من 216 صفحة، والحقيقة كل وسائل الإعلام بتنتظره، لأن ده أول نص مكتوب من داخل سجن فرنسي لرئيس أسبق لفرنسا. بالرغم من كل المحاولات، لا يزال ساركوزي شخصية مؤثرة في اليمين الفرنسي. السؤال الحقيقي بقى: هل غيرت تجربة الحبس الرجل؟ هل اكتشف شيئا عن نفسه كان غائبا؟ هو بيقول نعم، والتفاصيل في كتابه مذكرات سجين. حبيت أقول لك على كتاب ساركوزي الرئيس الأسبق لفرنسا. مع خالص شكرا انك استمعت إلي. تحياتي.